السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله ماتش مصر ونيوزيلندا في كأس العالم، الماتش التاني لمنتخبنا في كأس العالم. حاطين امل كبيرة في الماتش نفسنا نكسبه عشان نضمن الصعود ان شاء الله. هندردش شوية كده في تشكيل المنتخب ونخش في دماغ كابتن حسام حسن، نشوف هل هو ممكن يعمل ايه. هل هو ممكن يلعب ويغير طريقة اللعب ويلعب ب4-3-3، ولا هيعمل نفس طريقة اللعب بتاعت ماتش بلجيكا 4-4-2؟ انا واحد من الناس نفسي يلعب ب4-3-3، لان انت عايز تاخد المكسب من الماتش. وكابتن حسام عنده مرونة تكتيكية في الملعب، وبيدي اللعيبة ادوار مركبة، فدي حاجة كويسة كابتن حسام عملها في المنتخب. بس هي الفكرة في حاجة، هتوظف بقى اللعيبة ازاي؟ هم عندهم مهاجم طويل كده و100 حاجة و90 سنتي، معرفش اسمه والله، يعني الاسامي مش مجمعها خالص. وبيلعبوا على طول المهاجم ان هو محطة، يطلع ينزل الكرة بدماغه ينزلها لخط النص. بيعملوا دويتو حلو يعني في القصة دي. ففي حاجة، هتلعب بقى برامي ربيعة بدل حمدي فتحي عشان الكرات العرضية والكرات العالية دي يتفوق فيها رامي ربيعة. طب لو لعبت برامي ربيعة، هل هتطلع حمدي فتحي في نص الملعب جنب مروان عطية أو جنب مهند لاشين، يبقى التلاتة منهم اتنين في الملعب؟ لو لعبت 4-3-3، هتبقى عندك الطرفين، مديلك مساحة ان انت تلعب على الجناب اكتر. الجناحين مع الباكين هيبقى فيه مرونة في ان انت تلعب كرات عرضية. طب مين اللي هيبقى مهاجم اساسي او مهاجم في النص، سنتر فيرود؟ هل عمر مرموش، ولا ممكن تغامر بحمزة عبد الكريم؟ انا شايف ومن وجهة نظري ونفسي يلعب ب4-3-3. والتشكيل يعني التشكيل يبقى كالآتي كده: مصطفى الشوبير طبعا في حراسة المرمى، على اليمين محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتوح. قدامهم حمدي فتحي، مروان عطية. قدامهم إمام عاشور يلعب رقم 10. على اليمين محمد صلاح، على الشمال تريزيجيه، ومهاجم عمر مرموش. أنا شايف الطريقة دي كويسة جدا، إلى جانب إن أنت هتدي أدوار للاعيبة جوه الملعب مختلفة. يعني تريزيجيه هيرجع مع فتوح. صلاح لو مرجعش مع محمد هاني وسبت له حرية انه يفضل قدام، عشان عامل السن برضو والجري الكتير، رغم ان ما شاء الله صلاح كان ماسك فورمه في ماتش بلجيكا حلوه ومش وحشه. لكن هتخلي حد من نص الملعب، يا مهان يا مروان عطيه يا حمدي فتحي، يميل مع هاني يغطي. ودي حاجه شفناها في ماتش بلجيكا كتير، ان الاتنين مهند لاشين لما كان بيلعب جنب مروان عطيه، كانوا الاتنين بيروحوا مع الباك يغطوا. مروان عطية عمل ماتش جامد في التقفيل على دوكو مع محمد هاني. احنا مش واخدين بالنا ان محمد هاني تألق صح، لكن مروان عطية كان مغطي معاه جامد جدا، وكان مضيق مساحة اللعب جنب محمد هاني على دوكو. فهي الفكرة في حاجة، هل بقى الطريقة اللي انا قلتها دي يعني كابتن حسام ممكن يلعب بيها؟ انا اعتقد انه هيغير طريقة اللعب. في وجهة نظري هيغير طريقة اللعب، مش هيلعب بنفس الطريقة عشان يعمل مفاجأة لنيوزيلندا. لأن أنت لو لعبت بنفس الطريقة بنفس التشكيل بنفس الأداء، فأنت كده بتقول لهم تعالوا بقى اكسبوني. لكن لو غيرت الطريقة وغيرت شكل الأداء، هتنزل تفاجئهم. نتمنى التوفيق لمنتخبنا، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نكسب ماتش نيوزيلندا ونضمن الصعود. السلام عليكم.